في 18 رمزي صالح، انما يطلعها الدفاع طارق ابو العز بعرضيه منتهى الخطوره، مش ممكن، لسه خطيره خطيره، انما يا ولد يا احمد يا منصور مش ممكن اللي فاتت دي، لسه الجون الثالث 3-0 للحدود، خطيره خطيره، مصطفى جمال الهدف الثالث والثاني ليه، مش ممكن اللقاء ده يا جماعه. بص تعبيرات الجهاز الفني لحرس الحدود، وبص حسام وابراهيم اللي قايمين بيقول لك هو في ايه، مش ممكن. الكوره اول مره يطلعها احمد ايمن منصور اللي بيعمل انقاذ في منتهى الجمال والروعه، انما الكوره عاوزه تدخل بثلاثيه، الحدود يتقدم على النادي المصري 3-0، انما اللقاء لسه فيه كتير. بص من الاول اهو مصطفى جمال لطارق ابو العز، عمل العرضيه على القايم القريب، برضو التمركز الدفاعي مش بشكل جيد، تيجي في القايم القريب اول مره من احمد سالم صافي، وضربه راس النهارده جونين بكرات طائشه للاعيبه الحدود. الاولانيه كانت خطيره لعبه صافي، انما ضربه الراس لمصطفى جمال لو اتعملت مرتين ثلاثه تاني مش ممكن تدخل بالشكل ده. بص الكوره، وبص لما الكوره تبقى عاوزه تخدم ويجي جوان نادي حرس الحدود 3 جوان في 10 دقائق، في اعتقادي هيبقى رقم للدوري الممتاز هذا الموسم لفرقه بتقدم